الاهلي فضي يا خطيب. الاهلي فضي يا كابتن محمود. الاهلي فضي. انت متخيل تشكيل النادي الاهلي امام فاركو بالطريقه دي؟ انت متخيل ان ما عندناش راس حربه؟ متخيل ان مجرد ما وسام ابو علي يغيب ما يبقاش عندنا راس حربه؟ اللاعب الناشئ بتقولوا ما عندوش خبرات. لو حبينا نجيب لعيبه من بره ما عندهاش خبرات. امال مين اللي عنده خبرات يا جماعه؟ هو النادي الاهلي مش المفروض يبقى عنده راس حربه والثانيه والثالثه؟ مش المفروض النادي الاهلي يبقى عنده سترايكر صريح والثاني والثالث؟ المفروض يبقى عندنا هاف واحد والثاني والثالث. مش هقول لك هاف والاحتياطي بتاعه، مش هقول لك حسين الشحات والاحتياطي بتاعه، لا ده واحد والثاني والثالث. هاف رايت وهاف ليفت ودفندرات ومساكينه. انا اول مره بقيت بقول يا رب استرها، يا رب يسترها وما يدخلش فينا هدف في الدقيقه الاخيره زي ما كان يحصل النهارده امام فاركو. سؤالين محتاج اجابه ليهم، سؤالين محتاج اجابه ليهم. كابتن محمد شناوي، وحضرتك مش عايز او ما بتحبش تزعل اي حد بيجيب فيك اهداف؟ يعني هدف زهير المترجي النهارده بالطريقه اللي احنا شفناها دي تدخل؟ والله بجد. يعني ايه تفرد ايدك وتكش؟ يعني ايه الكره تلمس ايدك وتكشها؟ يعني ايه؟ يعني ايه لما بشوف مصطفى شبير او كنا بنشوف عصام الحضري او بنشوف حراس دلوقتي الكور ايديهم بتعدي العارضه، ايديهم بتعدي العارضه. امال لو الكره مش قلشه، الكره رايحه قويه بس مش قويه يعني معلش مش قويه على حارس المرمى، مش هقول لك على الشناوي، لا على اي حارس مرمى، على اي حارس مرمى الكره رايحه كده فردت ايدك لمستها. يعني ايه ايدك مش معديه العارضه؟ يعني ايه؟ ده في حراس بنشوفها او الحضري نفسه كنا بنشوفه او شوبير بنشوفه الكوره لو هتعدي العارضه بيأمن ويعدي ايده بره العارضه. يعني ايه؟ اتكلمت في حلقه اورلاندو وقلت اي فريق منظم هيكسب النادي الاهلي او يتعادل النادي الاهلي. اسمع الحته دي. اداره النادي الاهلي دايما ماشيه بمبدا ان كده كده النادي الاهلي وفانلة الحمراء بتفوز واي حد بيترعب من الفانلة الحمراء والكلام ده، ولكن لما بوصل للعالميه بخسر. لو لعبت اي فرقه منظمه الفتره اللي جايه برضه هخسر. اذا لعبت بيراميدز بالنظام ده هخسر. فاركو فريق منظم السنه دي بالتحديد، وافتكر كلامي، لا نفوز بصعوبه الماتش يخلص تعادل لا اما نخسر. يعني هيخلص بتعادل وبالعافيه كمان. انا بقول لك اهو، ما هو طبعا طبيعي المباراه لا تخلص لا تعادل لا نفوز لا اما هزيمه، ولكن انا بقول لك اذا انا فزت، اذا النادي الاهلي فاز هيبقى بصعوبه جامده قوي، لان فاركو منظم اللي اذا بقى فتح خطوطه قدامنا. انا بقول لك اهو، لما لعبت اورلاندو اتكشفت. فبلاش يا جماعه نسلم مارسيل كولر تسليم اهالي عشان مارسيل كولر ملوش ذنب. ايه رايك؟ ايه راي حضرتك؟ يعني ايه اللي بنشوفه ده؟ يعني ايه اداره النادي الاهلي بنشوفه ده؟ اداره النادي الاهلي في مباراه اورلاندو في واحد من الجمهور بيتكلم، كابتن طارق، الاستاذ طارق قنديل، بيقول انا مش قادر ابص في عينيكم قاعدين عاملين كده ولا في دماغهم. النادي الاهلي اللي سكنكم في فيلل وقعدكم في فيلل وكمباوندات خيره عليكم، فين خيركم عليه؟ اقسم بالله 8 شهور بتمنى يعدوا بفارغ الصبر. 8 شهور بتمنى يعدوا بفارغ الصبر، وانتوا عارفين ليه. النادي الاهلي النهارده اتعادل مع فاركو بهدف مقابل هدف. اداء سيء قوي للنادي الاهلي باستثناء كام لاعب، النادي الاهلي مش هنتكلم في فنيات. فين الفنيات اللي احنا هنتكلم فيها؟ مارسيل كولر يعمل ايه؟ لو لعب سمير اللي هو اللاعب الناشئ المهاجم الناشئ، الناس هتقول لك الحقوا ده بيلعب سمير. طب وسام ما يريحش؟ طب وسام كان بيتمرن امبارح واول امبارح عادي، ما يريحش؟ مش مشكله عشان مباراه بيراميدز. طيب امام عاشور اللي بقاله كام مباراه بيلعب باداء كويس وبيلعب باستمرار وما بيغيرش، طب برضه ده مش محتاج راحه؟ طب لو ريحنا امام عاشور مين يلعب مكانه؟ الموضوع بقى محير. يعني احنا هنجيب لاعب، في لاعب اتكلموا عليه ما اعرفش هيجي من المجر او مش عارف هيجي منين ب 2 مليون دولار. عندك بن شرقي ب 2 مليون دولار برضه. بن شرقي عارفينه ولعب في ادغال افريقيا قبل كده، ولعب في افريقيا وعارفين مستواه، مش لاعب هنيجي نجربه
مش لاعب هنيجي نتفرج عليه. يا جماعه الموضوع فيه حوار كبير اقسم بالله، الموضوع فيه حوار كبير اقسم بالله. وبتمنى ان الناس اللي هتظهر مع كابتن شوبير، بقولها وبعدها، بلاش تطلعوا كولر المسرح، لان هو مش لوحده اللي يشيل الليله. عنده اخطاء، عنده اخطاء، لكن مش هو لوحده اللي يشيل الليله. انا بقول لكم عشان حرام عليكم، اقسم بالله عشان حرام عليكم. لو هتشيلوا كولر الليله، والله العظيم اقسم بالله حرام عليكم. اتمنى حد يتكلم بقلب جامد ويقول ان اداره النادي الاهلي فضت النادي الاهلي. بلاش نقول لجان، لان النادي الاهلي اهم من اي حد. مش هتكلم في فنيات ولا هتكلم في اي حاجه، عشان مفيش فنيات النهارده هنتكلم عليها غير لما الكوره كانت بتيجي تحت رجل امام عاشور، وفي بعض الاحيان تحت رجل حسين الشحات. لكن النادي الاهلي فضي، النادي الاهلي ما بقاش عنده لعيبه، النادي الاهلي خلاص بقى الدفاع عنده ابيض. اي فريق منظم هيلعب ضد النادي الاهلي هيحط على النادي الاهلي. النهارده تعادلنا مع فاركو، عندنا مباراه مع بيراميدز، لسه بيراميدز هيلعب دلوقتي مع زد، يعني بيلعب مع زد. فانا فين بقى من كل ده؟ بيراميدز هيكسب زد هيعدينا، لو كسبني هيعديني. بقى انا يا جماعه اللي بقول تاريخي اقوى من اي حد، وده حاجه معروفه. يبقى سكوادي كده وسكواد بيراميدز كده، بيراميدز مجرد ما تحط عينها على لاعب بتجيبه. مفيش حاجه اسمها مفيش لاعب محلي ينفع للنادي الاهلي، مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها لاعب عايز يعمل نفسه وعايز يعمل اسمه. اشوف الناس دي، اشوف اللعيبه دي. طب يعني ايه بقى مفيش لاعب محلي ينفع للنادي الاهلي؟ طب هل انا افضل كده؟ هفضل كده؟ ما هو اكيد اللاعب المحلي ده هيجي ياخد خبرات وهيجي يلعب في الدوري المصري، وهيقدر يحاول يعمل نفسه اسم، ويحاول يعمل نفسه رقم، ويحاول يدوس على نفسه حاجات كتير يا جماعه. لكن المبررات اللي انتوا بتخلقوها دي مبررات وخلاص. محمد شناوي ده ما يقعدش دكه ليه؟ ماتش والتاني والتالت والرابع والخامس قعدتوه دكه مباريتين عشان تراضوا الناس؟ لا، الموضوع واضح. هو حافظينه وقاريينه، والله اقسم بالله حافظينه وقاريينه. لكن بالطريقه دي حرام عليكم، بالطريقه دي وبالاسلوب ده حرام عليكم. بلاش تروحوا تجيبوا لعيبه تقولوا ب 2 مليون ومش 2 مليون، لعيبه مجهوله احنا ما نعرفهاش وبتلعب في دوريات عاديه، وارجع اقول اصل انا جبت لاعب، ما انا جبت لكم صفقات اهو. اجيب اللي اعرفه، بن شرقي ده اعرفه يجي، مش عايز اعيد الكلام تاني. لكن اروح اجيب لاعب مجهول ليا يجي هجربه. النادي الاهلي بقى بيجرب. فاكرين اسامه الادريسي اللاعب المغربي اللي كان بيلعب في باتشوكا؟ ده كان بياخد 600,000 دولار في باتشوكا، 600,000 دولار. كان عندي موديست بياخد اضعافه، تخيل. ومش بقول لك ان الموضوع حوار، والله العظيم في حوار كبير اقسم بالله، والله العظيم الموضوع حوار كبير قوي اقسم بالله، والله العظيم حوار كبير جامد، حوار كبير من ناحيه الاداره. وهرجع اقول لك ان كلام يحيى عطية الله كان صح، كلام وكيله كان صح لما قال لك ان امير توفيق قال لك لازم تعدي على وكيل معين عشان الصفقه تتم. هو ده اللي بيحصل دلوقتي، في النادي الاهلي دلوقتي. النادي الاهلي اي لاعب، اي صفقه بتيجي تعدي على اي حد، ده اللي بيحصل ليها، ده اللي بيحصل، بتبوظ. عشان كده محمد علي بن رمضان انا اعرفه 300,000 دولار هو اللي فصلت ما بين الصفقه وان انا انهي الصفقه. والنادي الاهلي قال لك لا، اصل قال لك انا عايز 300,000 دولار زياده. يا سلام، وترفضوا ليه؟ طب ما انتوا رايحين تدفعوا اهو، ولا انتوا بتجيبوا لعيبه مجهوله عشان خاطر مين اللي يدفع، ولا عشان خاطر اللعيبه دي هل بالسعر ده، ولا عشان خاطر ايه الموضوع بالظبط؟ ما اعرفش الاهلي فضي يا جماعه اقسم بالله، الاهلي فضي يا كابتن محمود. مش عايز كابتن شوبير يطلع يقول لك اقول لكم على مفاجاه، كابتن محمود في المستشفى بقاله اسبوع. يا جماعه ربنا يشفيه، بس في لجنه تخطيط بتاخد فلوس من النادي الاهلي مشغلها، وناس اصحابه مشغلهم عشان خاطر ايه يا جماعه؟ في ناس تخلص وفي ناس تفنش صفقات. ما تقعدوش في مدرجات كده بس عاملين كده وخلاص. النادي الاهلي اللي لا عليه ديون ولا عليه مستحقات متبقيه للعيبه، ولا عليه اي مشاكل، ولا في اي مشاكل، ولا عليه اي ديون لاي لاعب ولا لاي نادي ولا لاي حد، ما عندوش لعيبه. كنا بندور على مهاجم، جالنا المهاجم، ما بقاش عندنا لعيبه، ما بقاش عندي بديل. بقى النادي الاهلي بيلعب عمر كمال باك ليفت،
مفيش باك ليفت غيره. مفيش باك ليفت غيره. ياسر ورامي اللي هيودوا له في داهيه مفيش غيرهم. بقى بديل مروان كريم نيدفيد. اكرم توفيق اللي مضى الفريق تاني بقى بيلعب وعصر على نفس لمونه. ايه تاني؟ حسين الشحات مفيش بديل ليه واللاعب بيجيب اللي عنده كله. امام عاشور كان بيلعب النهارده راس حربه. عمر الساعي انا بقول لك كان كويس في مباراه اورلاندو، ولكن مارسيل كولر بيلعبه انا بقول لك هو عصر على نفس لمونه. حاجات كتيره يا جماعه في النادي الاهلي. ربنا يسترها والاهلي فضي اداره النادي الاهلي. والله يسامح اي حد كان ليه سبب في كل ده. السلام عليكم.